لأحداث كتير جدًا، مسلسل دسم وجدير بالاحتراء. كنتِ بتعملي إيه؟ طيب، في البداية مش عايزك تتعشِّم إن هاقول لك النظرية بتقول إن إياد نصار في مسلسل النهاية هو المسيح الدجال. النظريات اللي جاية هتتجرد وتبعد تمامًا عن أي إسقاطات دينية، لإن لو كمّلنا في نظرية إن المسلسل أحداث لنهاية العالم، ده هيحوّل شخصية زين للمهدي المنتظر، وهيستلزم ظهور المسيح الحقيقي، وهيتضارب ده مع نبوءاتك ونظرة ديانتك ناحية آخر الزمان. تاني حاجة، اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو حابب تشوف نظريات تانية في المستقبل إن شاء الله. عاوز أقول لك كمان إني مش مقتنع بمبدأ إننا نقدم عمل سواء فيلم أو مسلسل بيناقش أحداث وشخصيات أجانب غير مصريين ونخليهم يتكلموا بالعامية المصرية، قال يعني عشان نبسطها للمشاهد وكده. أنا بحس إن ده بيقلل من منطقية العمل، فبناء عليه في السكة كده هنعمل نظريات تولد أسباب منطقية لكون كل الشخصيات بيتكلموا بالمصري. بقول لك صحيح، فاكر الناس اللي كانوا بيطلعوا ترند كل فترة وبيدعوا إن هم المهدي المنتظر؟ خليك فاكرهم بقى. نيجي لملخص المسلسل. سنة 2120 حصل تغييرات كبيرة، العرب اتحدوا والغرب انهاروا، أمريكا وأوروبا اتفككت وإسرائيل خرجت من فلسطين بعد حرب كبيرة من العرب على القوقاز كلهم. تم تحرير القدس فيها، ومن بعد الحرب حصل أزمات موارد كبيرة، وبالتدريج الحكومات انهارت والحدود بين الدول العربية تحديدا دابت. ومع الوقت مصطلح الدولة بقى شبه غير موجود، وبقى يحل محل الحكومات شركات أمن وشركات اقتصادية بتدير المدن، أو بمعنى صح التكتلات السكنية. والشركات دي كان حكمها بيحتكر الموارد والسلع، ومن ضمن الشركات دي كانت انرجي كو اللي بتحكم تكتل القدس والمدن المجاورة ليه. وبسبب الاحتكارية ورغبتهم في التكويش بقوا معيشين التكتل في فقر منظم تحت وهم إن في أزمة اقتصادية من بعد الحرب اللي بقالها 50 سنة. ونيجي هنا لسؤال في السكة، هو ليه كل سكان تكتل القدس تقريبا بيتكلموا بالمصري مع انهم المفروض فلسطينيين؟ وفي الحقيقة النظرية بتقول ان كل اللي اتكلموا بالمصري هم شخصيات اصولها مصرية او توارثوا اللهجة المصرية. وهقول لك ليه. النظرية بتقول ان اثناء وبعد الحرب لما الحدود اتفتحت على بعض والكل شارك في الحرب، اللي سكن في فلسطين فضل ساكن فيها على مر العصور وعمل اسر واسس عائلات. ده غير ان دخل جنسيات كتير غير المصريين والعرب، ولكن المرة دي الدخول كان لجوء بالحب مش بالعافية. واكتر المناطق اللي كانت بتضم مصريين اثناء وبعد الحرب كانت تكتل القدس. فمع الوقت اصبحت لهجة المنطقة الدايمة هي المصري بالحب برضه مش بالعافية، ان كانت طبعا الاولوية لاصحاب الارض، ولكن تم تواتر اللهجة المصرية بشكل ذوقي. ورغم كده اللهجات الاصلية ما اختفتش. بنشوف ان انرجي كو غيرت العملات لعملات عبارة عن نقط طاقة بتتسجل على مكعبات طاقة، يعني قيمة العملة اصبحت مربوطة بالطاقة، زي كده لما تربط قيمة العملة بالدولار او بالذهب. واتربطت بالطاقة بسبب القناعة اللي زرعوها في الناس ان الطاقة بدأت تشح. فبنشوف المهندس زين اللي بيشتغل في انرجيكو، وبنعرف انه اخترع مكعب طاقة اي سي بيتشحن من الشمس وبيحاول يحل بيه ازمة الطاقة. وده بيسبب له مشاكل مع شركة انرجيكو لما بيعرضوا عليهم، لان لو الازمة اتحلت والمكعب ده اتقنن وبقى بين الناس، ده هيخلي مفيش قيمة للنقط او للفلوس، يعني هيسبب تضخم في العملة. وده هيقلل احتياج الناس لخدمات الشركات اللي بتحتكر الموارد، لان كل ما الناس بقى عندها اكتفاء ذاتي كل ما الاستهلاك هيقل وانا مش هعرف ابيع خدمات. وعلشان كده من قبل موضوع الاختراع ده بنلاقي انرجيكو بتمنع التعليم المجاني، بتمنعه انه يشمل كل الناس، انما التعليم اصبح انتقائي عن طريق اختيار ناس معينه بشروط معينه، لان نفس الحاجه هتحصل لو الكل اتعلم. لو الكل بقى عنده وعي اكتفاء وادراك، الاستهلاك برضه هيقل والرغبات المتزايده والتافهه هتقل، وبالتالي الشركات مش هتعرف تسوق وتجمع فلوس. زين بيعلم مجموعه اطفال بشكل مخالف لنظام التعليم الانتقائي السري، يعني وهم خالد ابن برهم فارس من ايام الحرب، وريناد اليتيمه هي واخواتها. في وسط ما بيحصل خلافات بين انرجيكو وبين زين بسبب استخدامه لاختراعه الجديد بشكل غير قانوني، بيجي ناس غريبه تاخد زين على مكان تاني اسمه الواحه، بحجه انهم محتاجين يستفيدوا من مكعب الطاقه اللي اخترعه علشان يبنوا درع طاقه يحميهم من هجوم قريب من شركه انرجيكو. الواحه مكان مليان نعيم وتقدم، وفيه صفوه العالم، فيه المختارين من كل الفئات. العمله في الواحه اسمها وحدات، وقيمتها مش مربوطه بالطاقه زي نقط انرجي كوب، انما الوحده عمله قيمتها لنفسها، فلوس لمجرد الفلوس، لان مفيش اي ازمه طاقه في الواحه. تقريبا كانوا ذكروا ان 100 وحده تساوي 10000 نقطه في جرين كوب، مش فاكر بالظبط، بس شايف فرق التضخم في السكه. برضو النظريه بتقول ان الواحه هي مكانها على الخريطه في مصر، ولكن ما بقاش اسمها مصر. ده التفسير الوحيد، لان سكان الواحه كمان كلهم بيتكلموا بالمصري. هتقول لي يا عم ازاي؟ ده الضابط مؤنس كان بيقول للمساعد بتاعه روح مصر هي الوحيده اللي لسه امان. هقول لك هو كان بيقول كده للمساعد بتاعه لانه عارف انه جاهل فبيستخف بيه لمجرد انه يخلص من ذنه، لانه شايف المساعد بتاعه خايف على نفسه وعايز يستخبى في الحرب. فهيقول له ايه يعني؟ هيقول له مفيش مكان والواحه هي مصر، ولا هيقول له تعالى اقعد معايا خبيك؟ فتح مخك معايا. زين مع الوقت بيكتشف ان المسؤولين في الواحه اللي اخدوه ما كانوش عايزينه يعمل درع حمايه ولا حاجه، لان اصلا انرجي كو اضعف من انها تهجم على اي حد. الحقيقه ان مسؤولين الواحه كانوا بيستغلوا زين واختراعه علشان يصنعوا صاروخ من مكعبات الطاقه دي علشان يهجموا بيه على الارض كلها، وعن طريقه يقطعوا كل سبل الاتصالات والانترنت والتكنولوجيا عن العالم.
العالم. على الجنب التاني في التكتل بنشوف صباح اللي هي أسوأ شخصية في المسلسل وأسوأ اختيار لممثلة وأسوأ أداء تمثيلي وأسوأ نبرة صوت. تعملي ايه؟ صباح كانت بتحب زين ولكن ما اتجوزتوش، فبتقرر تصنع روبوت على شكله وتعيش معاه، بس الروبوتس ممنوعه علشان زمان لما اتعملوا كون لهم وعي ذاتي بشكل ما، فكانوا بيسعوا للتخريب، فالبشر قضوا عليهم ومنعوهم قانونيا. بتروح صباح لواحد اسمه عزيز يصنع لها روبوت شبه زين بالظبط، ومع الوقت والمناوشات مع الامن بيفكروه زين الحقيقي، بيحاولوا ياخدوا منه ملف وعي بيمتزج وعي زين الاصلي مع وعي الروبوت. خلي بالك انا بقولها لك شعبولي كده. فبيفتكر زين سوفت وير الروبوتس كلهم لان كلهم مربوطين ببعض، فبيرجع له كراهيه البشر، فبيسعى ينتقم من البشر كلهم. ومع الوقت بنكتشف ان عزيز اللي عمله اصلا روبوت وعايش بقاله حوالي 100 سنه، ومن كتر عشرته للبشر وعيه اتعدل وبقى روبوت تائب ومثالي. ما تيجي نروح احنا نجيبه من سمانته ونيجي. ونرتكب جريمة اقتحام بيت وخطف سمانة. عزيز بيطارد الروبوت زين علشان يوقفه، وهنا النظرية بتقول إن صباح غير متزنة نفسيا وعندها ميول كراهية للبشر بتخليها تستجيب لكراهية زين للناس وتسعى معاه للتخلص منهم. على الجانب الآخر بنشوف شخصية اسمها صديق بيأسس اتجاه كده وبيجمع حواليه تابعين على مدى مئات السنين، عنده اتصال مع المشاهير وصناع القرار وكبار الشخصيات، وعلى مدى مئات السنين دي شكله مش بيتغير، مش بيعجز ولا بيكبر. صديق عنده أهداف موضحة من خلال الأحداث، وهي تكوين جماعة وتابعين مخلصين له مليانين بالولاء، انشاء الواحه وفي ميعاد معين يستلزم الصبر، انشاء صاروخ يعطل وسائل الاتصالات ويرجع العالم للعصر الحجري تاني علشان يظهر هو كمخلص ليهم بعدين بعد الحرمان، ويعلنوا له الولاء وياخد منهم اي حاجه فاضله معاهم مقابل انه يرجع لهم التقدم اللي اخدوا منهم زمان. كل سكان الواحه بيدينوا بالولاء لصديق عن طريق جلسات اسمها جلسات المحبه، اللي بيكرروا فيها عبارات زي كلنا فاكرين ومش ناسين، كلنا على العهد هنحافظ. والولاء ده كمان بيتضمن الحفاظ على ميعاد اطلاق الصاروخ ثابت بدون اي تأثير عليه، حتى لو هيضحوا بأعز ما عندهم سواء ولادهم او ارواحهم، بس الميعاد ما يتغيرش بسبب قناعات اتزرعت جواهم انهم هيتلاقوا بصديق في عالم تاني ابدي وهيعوضهم كل ده. ولما بيجي ميعاد التفجير الثابت زين بيفشل في تعطيل الصاروخ، وفي الوقت ده بيكون زين الروبوت وشخصية تانية مع صباح بيعملوا درع يحميهم من هجوم الصاروخ علشان زين الروبوت يفضل موجود مع صباح، ولكن زين الروبوت كمان بيفشل في ده بسبب منع عزيز الروبوت ليه، وبيتم اطلاق الصاروخ فبيبوظ الروبوت زين والروبوت عزيز وبينتهي اخر روبوتين على الارض. بس قبلها بيؤمر صديق بتجميد زين الحقيقي في مركبة فضائية كده بتنزل للأرض بعدها ب 25 سنة علشان هيحتاجوا بعدين. بس نتوقف هنا لحظة، هدف صديق ما كانش جمع صفوة البشر واللي يستحقوا الحياة في مكان واحد وقتل الباقي، إنما هو كان واهم سكان الواحة إنهم الصفوة وإنه بيحافظ عليهم، لكن في النهاية هو وضح لك إنه كان مجمعهم علشان يبقى احتفظ بكل اللي يقدروا ينافسوه أو يتحدوه أو عندهم وعي أو قدرات يحاربوه بيها، جمعهم في مكان واحد علشان يخلص منهم بعد إطلاق الصاروخ وينفرد هو بالعالم مع الجهلة واللي انعدمت عندهم التكنولوجيا والموارد، فيقدر يكون تابعين جداد. وده دليل قوي جدا يدعم نظريه ان الجماعه اللي اسسها صديق مش الماسونيه ولا ده المليار الذهبي، بالعكس هو كان هدفه يحافظ على الرعاع ويقضي على الصفوه، يعني عكس خطه المليار الذهبي تماما. حتى لما الصحفي مصطفى اتكلم عن الجماعه دي قال شبه الماسونيه مش الماسونيه نفسها. صديق كان واهم سكان الواحه زي من مئات السنين لما ضمن ولاة ناس عاشوا وعجزوا وكبروا وماتوا قبل التفجير على امل حياه تانية. ونيجي هنا لاهم جزء في الحلقه، وهو اولا مين صديق؟ النظريه بتقول ان صديق اتولد كان طفل مختل عنده بارانويا بدرجه معينه بتكبر معاه ببطء شديد. الاسم الحقيقي سلافومير ميروسلاف من صربيا جنوب شرق اوروبا. بدا عنده هوس شديد لما قرأ في المدرسه عن المسيح الدجال، ولان جواه جذور مختله خلته مهووس بشخصيه المسيح الدجال سنه ورا الثانيه، وتحول الهوس والاعجاب والقراءه عنه لايمان، بس مش ايمان بانه هيجي وهينزل، ده ايمان ان هو المسيح الدجال. فاكر لما قلت لك اربط بين اللي بيدعوا ان هم مهدي منتظر؟ هو ده بيدعي ان هو المسيح الدجال. ركز اني بقول لك انه بيدعي وموهوم. سلافومير او صديق كان عنده قناعه انه محبوس جوه جسمه البشري ده وسط المجتمع ده وسط الدوله دي، وان هيجي له ميعاد معين يتحرر فيه بعد 350 سنه، وكل فتره يجي له هاجس جديد يضيفه لخطه ظهوره، ودماغه تقول له ان ده اللي هيحصل. يعني يجي له هلوسه انه في الاول هيجمع ناس حواليه وبعدها هيتبعوه وبعدين هيخرب الارض وبعدها ب 30 سنه هيظهر، كل يوم يعدل ويضيف ويصبر. كانت ميزه صديق انه صبور وعنده ايمان انه ممكن يصبر مئات السنين عادي بس هتجيله الفرصه الصح. كان بيكره الناس وبيكره اهله لاسباب غير مبرره، ما كانوش بيسيئوا ليه ولا كانوا بيأذوه في شيء. امه ماتت وهو صغير وعاش مع ابوه، ولما تم 13 سنه ايمانه انه الدجال بدا يكبر اكتر وفضل يطلب اشارات من الكون تاهله انه يوصل للي هو فيه، لانه رافض للحياه الطبيعيه اللي بتكذب ايمانه المختل. ولما الكون ما ردش عليه بدا يهتز وقرر انه حتى لو مش مصيره انه الدجال، قرر يكون هو الدجال المقلد. وفي وسط ما هو في صراع مع ايمانه
عينه ومش عارف هو هيكون الاصل ولا النسخه، فقع عينه وهو قدام نفسه بقى بياخد خطوه ناحيه هدفه وكانه بيقتدي بالمسيح الدجال. وفي اللحظه دي بس جاله رد، شيطان ظهر له معجب بهوسه بالشر. وتخيل لما تمتزج الخوارق والرعب بالمرض النفسي. في اللحظه دي عرض عليه صفقه، قال له انا هخليك زي الدجال بس على مساحه اقل، ما فيهاش احياء للموتى، ما فيهاش قدرات الهيه والعياذ بالله، انما قدره على قتل واحصاء عدد مهول من البشر، قدره على تكوين تبع ومواليين، والاهم قدره انه ما يعجزش ولا يكبر. مش معصوم من الموت انما بيقاوم الشيخوخه لكنه يظل بشري عادي جدا. بس شوف الامتيازات دي كلها، ولكن طلب منه تقديم قربان، انه يفقع عينه التانية. وقبل ما يهم صديق بالموافقه فورا بيقول له الشيطان ان في اختبار تاني قبل فقع عينه، وهو انه هيقتل له ابوه. صديق او سلافومير ما بيفهمش، للحظه كده بيقف مهزوز، وبيدخل فجاه ابوه الاوضه وبيبص لصديق وبيشوف عينه اللي بتنزل، وفجاه بيطب ساكت. الشيطان بيقول لصديق ان هو اللي قتل ابوه كقربان، وان ابوه ما ماتش من الصدمه، ولكن كل ده كان اختبار ولاء. وصديق دلوقتي ولا بيفرق معاه للحظه، اللي حصل حصل، بل بيبتسم وبيفقع عينه التانية وبيثبت ولاءه الكامل للصفقه. وساعتها الشيطان بيرجع له عين من الاثنين وبيسيب له عين مفقوعه اقتداء بالدجال، وكمان بيعالجه من مرضه العقلي علشان ادراكه العقلي يثبت انه مش الدجال وانه مجرد نسخه مقلده. وقد كان. وبيكمل صديق في طريقه وهو عنده ايمان انه بيخدع اللي حواليه، وانه في يوم هيتهزم، وانه مش هيتقابل مع اتباعه ولا هينجيهم زي شيرة كده اللي عرفها وهو عنده 106 سنه وكان شكله في ال40 وهي كانت سنها الحقيقي 40، وهو فضل زي ما هو وهي بقت قد امه بتعجز وهو لا، لحد ما امرها تموت نفسها قبل الاطلاق وهمها انه بيحبها، وهو مجرد بيطبق رغباته الكارهه للبشر رغم انه خف من الخلل العقلي بس لسه كاره للبشر. يعني نقدر نقول انه شبه سوي، ناهيك عن كل مجموعه هو بيتخلص منهم، هم جزء منهم بيكون قربان لشيطانه. يبقى لنا كام سؤال: وليه صديق امر بتجميد زين الحقيقي؟ وازاي هينتهي صديق؟ وايه هيكون دور زين وريناد في النهايه؟ بس قبل ما اجاوبك على ده خليني اجاوبك على سؤالك اللي بتساله لي كل حلقه: هو انت جبت الكلام ده منين يا خالد؟ والمعلومات دي هو انت مالفها ولا حاجات حصريه؟ بص، شايف الروايه دي وشايف دي وشايف المقالات اللي بمسحها دي عشان كنت اتنشن في 2022، شايف النثر اللي من 8 سنين ده؟ قول ما شاء الله الاول. ليه اللي كتب كل ده وكتب اضعافه مستخبي في الادراج مش لاقي فرصه ما يكونش بيعرف يالف؟ ايه بقى الفرق بيني وبين مؤلف المسلسل؟ انا اللي كاتب يا سيدي النظريات دي من خيالي الشخصي، وبنافس بيها المؤلفين الاصليين وبعدل عليهم وبصحح لهم كمان. اعمل اللي انا عملته وحاربت الدنيا. اصل ليه لا؟ اصل مش كلامهم ثابت وانا اللي كلامي عيب، فلما الف على تاليفهم دي مش حاجه وحشه، الكلام ده من عندي. انت جميل، انت مشاهد لذيذ وحابب موضوع النظريات جدا، انا بس اللي واضح ان لسه اتنشن. بس كان في عيل كده في كومنت قال كلمه. يلا، النظريه بتقول ان صديق امر بتجميد زين الحقيقي لما بدا يحس انه محتاج منافس قوي، وذاك بعد ما قضى على كل اللي بيفكروا وبيبدعوا وعندهم وعي، بدا غروره يصور له انه في عصر ومرحله بتتطلب وجود منافس وخصم، لانه بيلعب لوحده بقاله 300 سنه وما وقفش قصاده غير زين. ودي كانت بدايه مخالفه صديق لميثاق شيطان، كده بدا يتصرف من دماغه وما كانش مسموح له يكون له خصم. النظريه بتقول ان زين بعد ما بتلاقيه ريناد بعد 25 سنه من تجميده بيحكي الحكايه كلها لريناد واللي معاها من اخواتها خالد صاحبهم كمان من الطفوله وباقي الجيل اللي هو علم افراد منهم زمان قبل فناء التعليم. النظريه كمان بتقول ان الغجريه اللي اكتسبها سكان التكتل ده بعد 25 سنه من الجوع والفقر والجهل جمدت قلوبهم وخلتهم اشجع واقوى واعنف مع ذكاء زين وتعليمه. كل ده كون قوه فاتحد معاهم زين وعلموا السكان على مدى 5 سنين الكلام ده. بقى الكلام يتنقل من مكان لمكان لحد ما بقى في الاف البشر عرفوا امر صديق، والهدف ما كانش مجرد رفض التقدم اللي هيعرضه عليهم او رفض الولاء اللي هيأمرهم بيه، بل اتفقوا على محاربته بالعنف وبالقوه اول ما ينزل على الارض، لان زين عارف ان صديق هينزل على الارض كنوع من التحدي. ده كان استنتاج من زين، وبالفعل صديق استنادا لقدراته اللي مكتسبها من شيطانه قرر يعمل ده. وهنا حابب اقول لك لو بتفكر تعمل فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي دعايه لشغلك ايا كان مجالك، بزنس مستقل، محل، شركه، مصنع، او حتى لو انت دكتور او مدرس او موظف، كلمني على واتساب الشغل او اعمل فولو للبيج الغلبانه دي وانا هظبطها. اصل انا مش كاتب بس، ما تخلوناش نتغر بقى يا جدعان. الشيطان بيعاقب صديق بقرصة ودن لما بيقرر صديق انه ينزل على الارض يواجه زين وهو معتمد على القوة اللي اكتسبها من شيطانه بيعاقبه فبيرجع له امراضه العقلية المضطربة وبيسيب له باقي الامتيازات، ولكن بيشترط عليه وبيحذره، بيقول له لو نزل يتحدى زين على الارض بشجاعة مفرطة واعتمادية وغرور هيتخلى عنه. وطبعا بسبب رجوع امراض صديق لدماغه فما بقاش عنده تمييز كامل وادراك حكيم، فبيتناسى تحذير الشيطان بيقرر ينزل يتحدى زين، والا ما كانش ليها لازمة انه جمده 25 سنة على الفاضي. وبالفعل
اول ما نزل الارض لزين بيظهر داعمين زين مستعدين للهجوم وكأن حرب جديده بتبدا. ساعتها الشيطان بينفذ وعده وبيسحب كل قدرات وصلاحيات صديق وبيسيبه، رغم ان الشيطان هو اللي رجع له المرض العقلي اللي من خلاله خلاه يخالفه ويقرر النزول على الارض، وهو اللي وسوس له في البدايه خالص انه يجمد زين، وهو اللي خلاه ما بقاش حكيم ومتسرع رغم انه عاش 300 سنه صبور. بيبعد الشيطان ويستمتع بحرب زين واعوانه على صديق، لان صديق مهما كان متحالف مع الشيطان هو في النهايه من بني ادم. بينتصر زين ومساعدينه في الحرب على صديق، بل بياكلوا من لحمه اكل، وربنا الاعلم بالمستقبل اللي جاي بعد اللحظه دي. وده علم صديق في اخر لحظه هو بيحتضر فيها انه ما كانش ينفع يعمل بروفه استباقيه لاحداث اخر الزمان لانه مش قدها ولا عمره هيكون الدجال. على الهامش كان عندي نظريات غير مكتمله ان ام صباح او ابوها روبوتس لان امها شبهها، او ابوها بما انه كان بيصنع روبوتس هو اللي صنع الروبوت عزيز دخلوا معاهم القدس. بس حسيت ان الموضوع مش مهم. فلو انت اتبسطت ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، واعمل لي كومنت برايك في النظريات وفي المسلسل المحترم الراقي ده. انا كمان مستني رايك وترشيحاتك اللي جايه، وجادلني يا اخويا في الكومنتات وطلع لي ثغرات، واصل انا عارفك انا مش عشرة يوم وليله يعني. يلا سلام.